ازيكم؟ ده خيار مخلل بس مش تخليل عادي. الخيارة بتاعتي بتفضل مقرمشة لاخر واحدة لاخر قطعة معايا. انتوا سامعين صوتها عامل ازاي؟ حاجات بسيطة خالص وبتخلي الخيار معايا بيبقى جميل جدا، طعمه فيه قرمشة حلوة بتقعد لاخر خيارية معايا. انا اول حاجة عقمت البرطمان اللي انا هعمل فيه، برمي فيه مية مغلية واسيبها نص ساعة واغسله كويس. تمام، هنا بقطع خيار معايا بالشكل اللي انتوا عايزينه بس يكون سميك شوية. ويلا بينا نجهز محلول التخليل بتاعي. انا نزلت بكوبايتين ميه عاديه من الحنفيه، ولكل كوبايه نزلت بيها بمعلقه ملح. يعني لكل كوبايه ميه معلقه ملح. وعلى كيلو الخيار نزلت بمعلقه سكر. معلقه السكر دي بتخلي الخيار عندي مقرمش ويحافظ على القرمشه بتاعته. تمام. هنا بقى نزلت بربع كوبايه خل وعليهم معلقه هريسه شطه. كده لكل كيلو خيار كوبايتين ميه عليهم معلقتين ملح ومعلقه سكر وربع كوبايه خل. لو ضعفتوا الكميه هتضاعفوا كميات الحاجه اللي انا قلت عليها. تمام. انا هنا كنت بشرت جزرايه ونزلت بيها على المحلول بتاع التخليل، ونزلت بيهم كلهم على الخيار بعد ما نزلت بيه في البرطمان. ممكن تضيفوا قرنين فلفل حامي زي ما انا ضفت مع خيار. واخر البرطمان نزلت بثلاث فصوص توم متقشرين، وغطيت البرطمان بتاعي وقعد 3 ايام بس. 3 ايام وطلع بالقرمشه والجمال ده. انا بحفظه بره عادي في المطبخ ال3 ايام. اول ما بيستوي بدخله التلاجة لو الجو حر قوي، ولو في الشتاء بسيبه عادي على الرخامه وبسحب منه لحد ما يخلص. يلا بقى جربوا طريقتي وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.